بسم الله. السلام عليكم. اولا هذا كنعتذر على الصوت ديالي راه ضربني الروح. المهم، هل فعلا تنتظرون خيرا من فرد من افراد الدوله لا تكن ولا لا تكن اي احترام لوحدتنا الترابيه المغربيه؟ هذا سؤال طرحته لكل مغير على بلاده. أبدأ بهذا المسمى رئيس الكاف السيد موتسيبي. هذا الشخص أصله ومنشأه وجنسيته من جنوب أفريقيا، الدولة المنافقة التي تستثمر في المغرب وتعادي هذا المغرب الذي تجني منه أموالا طائلة من مشاريعها. قبل كأس الشام في الجزائر راحت بعض أبواق قنوات المواقع الاجتماعية الكذابة بترويج للمنتخب المغربي وكيف سيستقبل في الجزائر وهل سيحضر أم سيغيب. في بداية الشام المغرب غائب. لتخرج نفس الأبواق في اليوتيوب وأخواتها، وهنا أتكلم عن قنوات بعض المغاربة مع الأسف أخوتنا الله يهديهم التي أصبحت بوقا للتضليل والكذب على المغرب قبل أي شيء. مثلا تجد قنوات تقول صفعة للجزائر، أو تقول ممثل الكاف والفيفا في المغرب يوم افتتاح الشان، ومنهم من قال ومنها من قالت مسؤول الكاف والفيفا شاهدوا أو شهودا على منتخبنا في مطار سلا وهو ينتظر رخصة من الجزائر للالتحاق بالشان إلى آخره. يوم افتتاح الشان رأينا كيف أقحموا مرتزق وميكروب مانديلا من جنوب إفريقيا ليكذب ويهدد ويعلن الحرب على المغرب نيابة عن العصابة بنصر عصابة الجبل أمام رئيس الكاف الجنوب إفريقي. منافسة الشان. هذا الكلب ديال حفيد مانديلا من جنوب إفريقيا ورئيس الكاف من جنوب إفريقيا، ورأينا كيف يستمع إليه جيدا وبدون أن يتدخل ولو بكلمة واحدة. سمعنا بعض قنوات الكذب في اليوتيوب وهي تدعي أن المغرب سينظم كأس 2025، ومنها من قالت أن الأمر محسوم ومنتهي بينما لا أساس له من الصحة. ورئيس الكاف يتجول في الجزائر ويقوم بزيارات خاصة. أنا أراه كسفير لدولة جنوب أفريقيا، وربما تلقى أمرا من رئيس جنوب أفريقيا ويستقبل من طرف رئيس الجزائر. ولم يطلق من هناك كلام لا معنى له، ولم يشر ولا مرة واحدة إلى استنكار دخول سياسة في الرياضة. حتى تدخلت الفيفا وبدأت بشبه تهديد للكاف إن لم تعد إلى الصواب، وذكرتها بالاهتمام بمشاكل الرياضة والابتعاد عن المصالح الشخصية. تذكير الرشوة العينية هي احتفال الجزائر بعيد ميلاد رئيس الكاف، بينما هذه الجزائر لم نسمع عنها أنها احتفلت يوما بعيد ميلاد السيد تبين رئيسها. أما الرشوة البينية فأجزم أنها دفعتها لهم من تحت الطاولة. والآن ها نحن نرى لا قرعة جرت ولا افتحاص للملفات ولا ذكر اسم البلد الذي سينظم كأس إفريقيا 2025. لم نرى إلا التشكي والعويل، وما زالت القنوات تتمادى في كذبها وكأننا شعب مغفل. للعلم فقط، كلما حشرت هذه القنوات أنفها سواء في الرياضة أو السياسة إلا وفشل المشروع. هناك قناة منذ أن أعلن عن اكتشاف الغاز وهي تكذب علينا، كانت تقول مثلا المغرب أصبح من الدول مصدر للبترول، أو لم يتبقى إلا شهر فقط وتبدأ شركة إكس بالإنتاج في العرائش. الشركة إكس دائما، وأصبحنا نسمع أن كل شيء توقف. ومنها من قالت يوجد كنز في المغرب سيجعل منه أغنى دولة في العالم، وهناك قنوات تقوم بفضح أسرار الدولة كاقتناء المغرب للسلاح مثلا إلى غير ذلك، ولم يتبقى لها إلا أن تقول أنها قد أصبحت الناطق الرسمي للمغرب. أما ما قالوا عن مشكل المغرب وفرنسا فحدث ولا حرج، ولا أساس ولا صحة لكل أقوالهم، لأن داك الشيء ما كانش رسمي. والمهم، هذا قليل من كثير. ارحمونا من كذبكم، اللهم الطف بعبادك، والسلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية تشكيل
الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي إشادته بالنسخة الحالية من الشان، واصفا إياها بالأحسن منذ استحداث البطولة عام 2009. تعليقه على غياب المغرب عن منافسات الشان، قال المسؤول الأول عن الكرة الإفريقية إن هيئته فتحت تحقيقا حول هذا الغياب غير المبرر، مؤكدا أن الكاف ستتعامل بحزم مع هذا الأمر وستطبق القوانين بحذافيرها بعيدا عن المجاملة، وعليهم احترام القوانين السيادية لدولة الجزائر. ألم أقل لكم أن هؤلاء لا أمان لهم، إنهم منافقون من الدرجة الأولى، وأنهم ينصرون وينتصرون لمن يدفع أكثر من الدولارات طبعا. هذا الشخص لا يظهر للمغرب ما يكمل له صدره من إخلاص أو حسن نية. لا أقصد أن يميل إلى المغرب، لكن أن يكون مخلصا في عمله. وعليه أيضا أن يعرف أنه رئيس للكاف الإفريقي وليس لدولة إفريقية بعينها، وإلا بماذا تفسرون ما وقع بينه وبين السيد القجع؟ وبماذا تفسرون تدخل الفيفا لتهديده إن لم يتراجع عن سياسة المصلحة الخاصة، ضربا عرض الحائط بما وقع لمنتخبنا بحرمانه من الدفاع عن لقبه في الشان، وما وقع لفريق الوداد، ومنع رفع العلم المغربي في ملعب جوليا بالجزائر وإلى آخره. وهذا الكائن لم يحرك ساكنا إلا التباهي بتنظيم الجزائر لكأس الشان وافتخاره به، دون أن يتكلم عن عقوبات أو جزاءات. إلى الجحيم يا موتسيبي وبدون أسف.